متابعينا متابعاتنا السلام عليكم. يبدو أن أحداث مدينة سبتة التي حصلت الأسبوع الماضي عندما تدفق الآلاف من الشباب المغربي والمراهقين والقاصرين وبعض الأسر مع أبنائهم وبناتهم. يبدو أن هذه الأحداث بدأت تؤجج ما نسميه صراع الحضارات أو صراع الأديان. الآن أصوات من اليمين السياسي أو اليمين الديني المسيحي المتدين والمتطرف في إسبانيا وفي البرتغال، وأيضا في عدد من الدول الأوروبية التي جعلت من موضوع الهجرة منذ عقود طويلة، التي جعلت من هذا الموضوع رصيدا سياسيا للاستثمار. يبدو أننا سندخل ربما عما قريب ما يسمى صراع الحضارات، أي أن الموضوع الديني أو القضية الدينية سوف تعود لاحتلال المركز في النشاط السياسي لدى التنظيمات والأفراد والجمعيات، وأيضا بعض أبناء الكنيسة الكاثوليكية. بعد حوادث السبتة خرج أحد القساوسة الإسبان، وهو القسيس خافيير أيزبون، قسيس مدينة بامبلونا الإسبانية. خرج بتصريحات مليئة بالكراهية، حيث دعا إلى قصف العاصمة المغربية الرباط، وهاجم الحكومة الإسبانية وقال بأنها خضعت للعدو، أي المقصود بالعدو هنا هو المغرب. وقال أيضا بأنه كان يجب إطلاق الرصاص على أفواج المغاربة والأفارقة الذين تدفقوا على مدينة سبتة. ولم يتوقف هذا القسيس خافيير أيزبون، لم يتوقف عند هذا الحد، بل دعا أيضا إلى إعادة احتلال موريتانيا وإعادة النصرانية إلى إفريقيا وتنصير المغرب. فقال بأن هذا هو الهدف الذي كانت تدور حوله وصية الملكة الكاثوليكية إيزابيل الثانية. هذا القسيس في واقع الأمر لم يتحدث من فراغ، وإنما هو كرجل دين كاثوليكي في إسبانيا يتحدث انطلاقا مما يعرفه من التاريخ بين إسبانيا الكاثوليكية والمغرب المسلم. يتحدث انطلاقا من الوثائق والمصادر التاريخية التي توثق للحروب الصليبية بين المغرب وإسبانيا أو البرتغال عندما كانت مملكة واحدة، والتي توثق أيضا لاحتلال غرناطة وطرد المسلمين منها سنة 1492. ولذلك لم يكن غريبا أن يذكرنا بوصية شهيرة للملكة إيزابيل الثانية سنة 1504، يعني في بداية القرن السادس عشر. معروف أن الملكة الكاثوليكية إيزابيل كانت قد كتبت وصية لها للمسؤولين ورجالة الدولة والكنيسة في إسبانيا قبل سنوات قليلة جدا من وفاتها. في هذه الوصية التي تقع تقريبا في صفحتين، تقول الملكة إيزابيل بأن على الجيش الإسباني والكنيسة أن لا يتوقفا عن الاستمرار في غزو إفريقيا وفي إعادة النصرانية إلى هذه القارة، وبالتالي في غزو المغرب وفرض النصرانية على المغاربة. هذه الوصية ظلت في حقيقة الأمر مقدسة عند رجال الدين الكاثوليك في إسبانيا، ولكن لا أحد كان يعود إليها ويصرح بها إلا فيما يتعلق بالدراسات التاريخية وأعمال الباحثين والمؤرخين الذين كانوا يشيرون إلى هذه الوصية باعتبارها وثيقة تاريخية. ولكن هذه الوثيقة التاريخية في حقيقة الأمر أو هذه الوصية طبقت لدى الجيش الإسباني، طبقت عدد كثير من المرات. طبقت مثلا عند احتلال العرائش في القرن السابع عشر، وطبقت أيضا خلال حرب أنوال ضد
محمد بن عبد الكريم الخطابي. وقبل ذلك بطبيعة الحال طبقت في احتلال مدينتي سبتة ومليليا من طرف المملكة البرتغالية، وطبقت بوضوح في حرب تطوان في القرن السابع عشر. خلال هذه الفترات بعد وفاة الملكة إيزابيل ظلت هذه الوصية بمثابة عهد لدى الجيش الإسباني والكنيسة، عندما لم تكن العلمانية قد انتشرت في أوروبا إبان تلك العهود. ولذلك ظلت هذه الوصية بمثابة برنامج عملي لإسبانيا تطبقه في القارة الإفريقية. القس الإسباني خافيير إيزبون لم يكتفي بهذا الكلام كله، وإنما قال أيضا بأن السيدة الإفريقية المقدسة التي تسمى عند الإسبان نويسترا سينيورا دي أفريكا، سيدتنا الإفريقية. وهذه العبارة تشير إلى مجسم أو صنم لمريم عند الإسبان في سبتة. كان البرتغاليون قد وضعوه في هذه المدينة بعد احتلالها في النصف الأول من القرن الخامس عشر الميلادي، ومنذ ذلك التاريخ أصبح يطلق عليها هذا الاسم، نويسترا سينورا دي أفريكا أو لا سانتا سينورا دي أفريكا أو لا سانتا ماريا دي أفريكا. بطبيعة الحال احتلال مدينتي سبتة ومليليا والجزر في الحسيمة، احتلال هذه المناطق قبل 5 قرون كان يندرج في إطار الحروب الصليبية. فاحتلال هاتين المدينتين في غرب العالم الإسلامي كان بمثابة الوجه الآخر للحروب الصليبية التي كانت تجري في المشرق. ولذلك احتل النصارى هاتين المدينتين لتكون جبهة ضد المسلمين في القارة الإفريقية. وظلت المدينة إلى حد اليوم لدى رجال الدين وأيضا لدى الفاتيكان ترتديان لبوسا دينيا، مرتبطين ارتباطا شديدا بمرحلة الحروب الصليبية. وبمعنى آخر إذا شئنا الدقة، فإن هاتين المدينتين بالنسبة للغرب المسيحي ليستا فقط إسبانيتين اليوم، وإنما هما رمز للنصرانية، رمز لنجاح النصرانية خلال القرون الماضية في الحرب ضد المسلمين وضد الأتراك، لأن الأتراك كانوا آنذاك موجودين في الجزائر. وهذا ما تضمنته وصية الملكة إيزابيل سنة 1504 عندما دعت إلى الاستمرار في الحروب ضد المسلمين في المغرب وضد الأتراك، أن الإسبان أيضا احتلوا مدينة وهران. ولهذا لم يكن غريبا أن بابا الفاتيكان شخصيا، البابا الرابع عشر، لم يكن غريبا أن يذكر هذا الاسم في كلمته التي كتبها على موقع إكس، عبارة سانتا ماريا دي أفريكا. فكتب في صفحته يقول: إنني أتابع بقلق الواقع المأساوي في سبتة، وأصلي لله من خلال وساطة سيدتنا في إفريقيا. وأصلي لله من خلال وساطة سيدتنا في إفريقيا. فإذا المسألة أبعد من إسبانيا، أبعد من الكاثوليكية الإسبانية، وأبعد من هذا القسيس الإسباني الذي صرح بهذه التصريحات الخطيرة والعدوانية ضد المغرب. نجد بأن البابا شخصيا يتبنى هذا المصطلح أو هذه العبارة المقدسة التي هي بالنسبة للنصارى في العالم مرجعية، لأن هذه السيدة الإفريقية كما يعتبرونها هي الشاهد الوحيد اليوم على أن القارة الإفريقية كانت نصرانية ويجب أن تبقى. السؤال هنا إذن هو: ما معنى ما يسمى بالحوار الإسلامي المسيحي؟ ما معنى الزيارات التي يقوم بها البابا لبعض الدول الإسلامية، مثل زيارة البابا السابق للمغرب، أو زيارة الباباوات لمصر أو الإمارات أو بلدان عربية وإسلامية أخرى؟ ما معنى هذه الزيارات؟
والمباحثات حول ما يسمى بالحوار الإسلامي المسيحي، إذا كان الفاتيكان ما زال متشبتا بالمواقف التي كان يتشبت بها في مرحلة الحروب الصليبية. وهل ما زلنا حتى اليوم نفكر بهذا الأسلوب، أسلوب الحروب الصليبية وأسلوب الصراعات الدينية؟ غير أن الإشكال الذي يجب أن أشير إليه هو ماذا لو أن أحد العلماء أو أحد الفقهاء المسلمين في المغرب أو في غير المغرب صرح مثلا خلال هذه المرحلة، خلال هذه الأحداث، أو غير العلماء والفقهاء المثقفين والمفكرين والباحثين، ماذا لو أن أحدهم تطوع وصرح بأن هذه الأحداث كان يجب أن تتحول إلى إعادة فتح مدينة سبتة بالقوة أو بالهجوم البشري السلمي؟ وماذا لو أن أحد هؤلاء قال بأنه يجب استرجاع الأندلس؟ بطبيعة الحال كنا سوف نشهد حملة شرسة على المسلمين، وكنا سوف نسمع بطبيعة الحال تلك المفاهيم والألفاظ التي اشتهرت في العقدين الأخيرين: التطرف والإرهاب والعنف والأصولية. كل هذا كنا سوف نسمعه، بل ربما كان هذا الأمر سوف يؤدي إلى انشقاقات سياسية وإلى حروب سياسية وإعلامية وثقافية قد تشغل المسلمين أو المغاربة لسنة أو سنتين أو أكثر من هذا. ولكن أن يصرح قس إسباني بهذا الكلام وأن يقول هذه التصريحات عن المغرب، وهي تصريحات خطيرة وعدوانية، هذا لا يعد مشكلا، لأن هذا القسيس ليس مسلما، والتطرف ليس مطروحا إلا عندما يتحدث مسلم. أما عندما يتحدث غير مسلم سواء كان يهوديا أو نصرانيا وأن يقول ما يشاء، وقد قال اليهود في العرب وفي المسلمين وفي الفلسطينيين خلال الأربع سنوات الأخيرة منذ الطوفان، قالوا أشياء عجيبة وغريبة، ولكن لم نكن نرى هذه الردود. اليوم هذا القسيس يقول هذا الكلام ولا أحد يتكلم، لا أحد يهاجمه، لأنه في بلد ديمقراطي له الحرية في أن يقول ما يشاء. ولكن ما هو السبب؟ السبب هو أن ما يحدد المواقف على الصعيد المحلي أو الدولي، ما يحدد هذه المواقف هو ميزان القوة وليس ميزان المنطق. بمعنى أنت عندما تكون في دولة متخلفة مسلمة فإن كلامك يجب أن يكون محسوبا بدقة، ولكن في المجتمعات الديمقراطية نرى ونسمع الكثير من التصريحات والمواقف الخطيرة، ومع ذلك لا يتحدث أحد، لأن الميزان المعول عليه في الحكم على المواقف ليس المنطق وإنما القوة. وهذا يسهل علينا فهم إشكالية ما يسمى بالتطرف أو الإرهاب اليوم. الغرب هو الذي يسمي الأعمال التي هي ضده يسميها تطرفا أو إرهابا أو ما يشاء، ولكن الأعمال التي نكون نحن ضحيتها لا أحد يمكن أن يسميها، لأنه لا يملك القوة. فالقوة اليوم هي التسمية. إذا أردت أن تسمي جهة معينة وأن تطلق عليها مصطلحا معينا وأن يتم قبول هذا المصطلح وأن ينتشر، يجب أن تملك القوة. طالما أنك لا تملك القوة فإن جميع المفاهيم والمصطلحات والأوصاف والتعريفات سوف تنطبق عليك. هذا كل ما في الأمر، وإلى لقاء آخر.